شباب سنة أولى أهلا بكم. معانا سؤال مهم النهاردة. بيقول لي مدينا الرسمة اللي قصادك دي، بيقول لي أوجد بالبرهان قيمة إكس. يعني عايزين نحل السؤال ده بالبرهان. بص كده معايا، طبعا عشان تقدر تحل البرهان لازم الأول تحل البرهان في دماغك، تمام، ويبقى عندك قوة ملاحظة في الرسمة وحافظ النظريات. لو عندك الثلاث حاجات دول أي برهان قصادك هيبقى سهل. يبقى أول حاجة يبقى عندك قوة ملاحظة، تاني حاجة تبقى عارف القوانين أو النظريات اللي عندك، خلاص. تالت حاجة تبقى فاهم البرهان الأول يتحل في الدماغ بعدين نحله كتابة. تمام؟ تعالوا نشوف السؤال اللي قصادك ده. هنا مديني سي دي توازي اي بي، خلاص؟ ومدي لك زاوية اف سي اي ب 120، ومدي لك زاوية اف سي دي زاوية قائمة، عامل لك علامة القائمة يعني دي ب 90، خلي بالك. دلوقتي عايز منك، عايز قيمة اكس، عايز يعرف اكس دي بكام. الشكل ده فيه حاجتين في بعض، في زوايا متجمعة حول نقطة واحدة، هي دي هياتي زوايا متجمعة حول نقطة واحدة، تمام؟ وفي عندك توازي، عندك ده يوازي ده. أول حاجة هستخدمها في السؤال ده الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة. إذا هاجي هنا البرهان هقول له بما أن مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة تساوي 360 درجة، خلاص؟ طيب دلوقتي ايه الزاوية اللي انا عايزها المجهولة عندي؟ خلي بالك الزوايا المجمعة نقطة بنشبهها زي المروحة كده، تلاقيها نقطة وحواليها ايه؟ الزوايا، خلاص افتكرها بالمروحة. هنا عايز زاوية ACD، أقول له إذا قياس زاوية ACD تساوي 360 ناقص، وافتح قوس واجمع الزوايا. هجمع مين ومين؟ هجمع 90 وال120، يبقى زائد 90 زائد 120. يبقى هجمع دول الأول واطرحهم من 360، يبقى هيطلع عندي كام؟ 150 درجة. يبقى زاوية ACD اللي هي الزاوية دي يعتبر هنجيبها بكام؟ اللي هي فيها زاوية سي دي هياتي 150 درجة. دلوقتي انت عندك توازي، خلاص؟ لو بصيت كده هتلاقي عندك حرف اليو، حرف اليو نايم على جنب كده اهواتي، شايفه اهواتي بعمل عليه بالقلم ده. دول عندي كده واخد وضع تداخل، يعني الزاويتين دول مع بعض يساوي كام مجموعهم؟ يساوي 180 درجة. هقول له كده بما ان، هكتب اللي انا شايفه. ايه شايف؟ سي دي توازي اي بي، بما ان سي دي توازي اي بي توازي اي بي، سي دي توازي اي بي. طب ايه هستفاد بالتوازي؟ هقول له اذا، او الاستنتاج يعني، اذا قياس زاويه A زائد قياس زاويه اي سي دي الاثنين مع بعض هيساوي كام؟ 180. اذا قياس زاويه A، قياس زاويه A زائد قياس زاويه ACD اللي هي الزاويه دي، زائد زاويه ACD مع بعض يساوي 180. واكتب على جنب كده بالتداخل، يعني الزاويتين هتلاقيهم داخلين من جوه اهو. شايف ازاي داخلين جوه حرف اليو. طيب كده ايه بكام؟ عايز اعرف قيمه الايه. هقول له خلاص اذا قياس زاويه الايه هيساوي 180 ناقص مين؟ 150 اللي جبناها من الاول، ناقص 150 هيطلع لك 30 درجة. طب هو عايز يعرف قيمة الإكس، طب ما هي يعني زاوية إيه هي الإكس، خلاص بقت معادلة. نقول كده إذا هنا 2 إكس تساوي كام؟ تساوي 30. طيب الإكس الواحدة بكام؟ أقسم 30 على 2 هيطلع لي فيها 15 درجة هياتي. يبقى قيمة الإكس عندك طلعت بكام؟ طلعت ب 15. خلي بالك أنا هنا قلت زاوية A زائد زاوية ACD. هنا الزاوية لو قاعدة وحديها خلاص هقولها بحرف واحد هياتي A. أما هنا قلتها بثلاث حروف اللي هي ACD. ليه؟ هنا الزاوية دي عندي كده زاوية اسمها C، دي ممكن أسميها C، ودي أسميها C، ودي برضو اسمها C. طب أنا عايز أحدد أنه زاوية فيهم، فلازم أقول الزاوية بالثلاث حروف. يبقى لما يكون عندي زاوية في رأس مشتركة في كذا زاوية تاني لازم أما أقرأ الزاوية أقولها بالثلاث حروف. أما لو زاوية قاعدة وحديها زي زاوية A كده خلاص أقول زاوية A بس، تبقى واضحة يعني.